اهلا وسهلا يا جماعه، انا ليلى. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه سهله قوي لزياده مناعه الاطفال، وفي نفس الوقت الوصفه دي تعتبر مش مكلفه مقارنه باسعار الادويه اللي بتزود المناعه بالنسبه للاطفال او الكبار. الوصفه دي او الحاجه دي مناسبه للكبار والاطفال، بس الاطفال اكتر من 6 سنين. النهارده ان شاء الله هتكلم على حاجه اسمها صمغ النحل او صمغ العسل. صمغ العسل ده بيبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ عارفين المادة الشمعية او المادة الصمغية اللي هي موجودة في الخلية بتاعة النحل؟ بتعمل ايه المادة دي، او هي اساسا ربنا خلقها ليه؟ للنحل. المادة دي الهدف الاساسي منها ان هي تصلح الخلايا التالفة او تقفل الخلايا بيها علشان خاطر البكتيريا والتلوث. فالمادة دي بتعمل على تغليف الخلية عشان تحميها من التلوث والبكتيريا والفطريات وأي ملوثات. هي نفس المادة دي اللي هي صمغ النحل ده، هي المادة اللي اسمها البروبليس، المادة المستخدمة في أدوية رفع المناعة وتنشيط الدورة الدموية وعلاج الكسل والخمول، الحاجات دي كلها. انت لو اشتريتي مثلا علبة كبسولات من الحاجات اللي هي فيها مادة البروبليس دي بتبقى سعرها عالي قوي. فالافضل ان انت كمان تاخديها بدل حبوب او كبسولات، يفضل ان انت تاخديها طبيعيه انت او اولادك يعني. تمام. بتستخدم بقى ازاي؟ بتجيبي علبه عسل نحل طبيعي، ربع كيلو، وبتزودي عليها علبتين من صمغ النحل. صمغ النحل او صمغ العسل اللي موجود عندي دلوقتي ده مجفف طبيعي 100% ومجفف، وده شكله. الشكل الطبيعي بتاعه لونه بيكون اصفر وعامل زي الصمغ بالظبط، لان هي اساسا زي ما قلت لكم ان اسمه صمغ النحل. لكن لما بيتجفف بيبقى بالشكل ده، ولكن هو طبيعي 100% ومش مضاف عليه اي مواد حافظة ولا اي مواد كيميائية خالص. ده بيكون شكله موجود برضو في شركة امتنان، لو حد يحب يعني ما يعرفش بيتباع فين، او عند الجماعة اللي بيبيعوا العسل اللي هم العسالين. ده اي حد بيستخدمه الا في 3 حالات: الحمل والرضاعة، الام ما ينفعش تستخدمه وهي حامل او بترضع. تاني حاجة الحساسية والربو الشعبي، برضو مرضى الحساسية او اي حاجة في الصدر يفضل ان هم ما يستخدموش الحاجات دي. تالت حاجة الاطفال سن ال6 سنين، اقل من 6 سنين. تمام كده. طيب استخدمه ازاي؟ بتبقى معلقة واحدة في اليوم كافية. تمام. ممكن تتاخد المعلقة كده، او لو اطفال ما بتحبش طعم العسل، في ولاد صغيرين ما بياكلوش العسل، وفي كمان ناس مننا كبار كتير ما بيرضوش ياكلوا حاجه مسكره، ممكن تحلي بيه. اصلا عسل النحل يعتبر مضاد قوي قوي حيوي جدا، ممتاز وقوي جدا. بالاضافه كمان للصمغ والفوائد بتاعته، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المضاده للاكسده، بيزود قدره الجهاز المناعي جدا، بيزود قدره الجهاز المناعي على طرد اي بكتيريا بتهاجمه، وفي خواص مطهرة ومضادات للميكروبات. هوريكم دلوقتي تعملوه ازاي. ادي العسل، طبعا زي ما قلت لكم معلقة بلاستيك او خشب، هو افضل حاجة الخشب يعني، بس انا حاليا ما عنديش خشب فجبت البلاستيك. تمام. بتحطي بقى الصمغ المجفف ده. بقى المقدار بتاعه قد ايه؟ انا بحط علبتين، العلبة 6 جرام، يعني 12 جرام على علبة عسل حوالي ربع كيلو. ده مقداره مختلف عن مقدار الرويال جيلي او اسمه ايه ده، غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل بيبقى نسبة تانية خالص، نسبة اقل. تمام. بس تفضلي بقى تقلبي كده لحد ما يسيح خالص. افضل بقى اقلب فيه لحد ما احس ان هو داب كله. بص، اول ما زودت الصمغ العسل تقل جدا، برغم ان الصمغ دوت مجفف مش صمغ فريش يعني، الا ان هو بصوا بقى شبه العسل الاسمر وبقى كثيف قوي كده. ما هو صمغ يعني زي اللزق كده. بيتهيألي هيبقى صعب طعمه للولاد الصغيرين. الافضل ان انت تحللهم بيه بقى حاجه، لبن او عصير او حاجه زي كده. سبحان الله، ربنا خلق لنا حاجات طبيعيه كتيره جدا ممكن ان احنا نبعد بيها عن جميع الامراض اللي موجوده في الكون يعني.
كفايه مضادات الاكسده اللي موجوده فيه. بس احنا بنستسهل ونروح للدكتور وناخد الادويه والتابلت وحقن وكبسول وحاجات زي كده. بس عايزه اقولك على حاجه بقى مهمه قوي. اولا، لما تيجي تستخدمي عسل نحل ما تحطيش فيه معلقه ستانلس، حطي فيه معلقه بلاستيك او خشب. ستانلس لا، اي حاجه معدن لا. تاني حاجه، لما تيجي تحلي بيه مثلا لبن او تحلي بيه عصير او واتيفر، يعني اي حاجه من الحاجات دي، لازم تكون الحاجه مش سخنه. ما ينفعش ان انا اكون مثلا غاليه كوبايه حلبه مثلا واجي محليها على طول بالعسل. لا، العسل هيفقد نسبه كبيره جدا من الخصائص بتاعته. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه بتاعتي يا ريت يشترك عشان يوصله كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.